لو بتصدق ان حب الشباب بيجي علشان اكلت شوكولاتة او ان الحبوب دي بتعدي زي دور البرد، فاسمح لي اقولك في ناس بيضحكوا عليك. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهاردة هنتكلم عن خرافات عن حب الشباب، وتحديدا 10 خرافات منتشرة جدا عن حب الشباب. الحقيقة العلمية وراء هذه الخرافات ممكن تصدمك. الخرافة رقم 1: حب الشباب معدي، ولو حطيت ايدك على وشك هتنشر الحبوب اكتر. الحقيقة ان حب الشباب مش معدي نهائيا، يعني لو صاحبك عنده حب شباب وانت سلمت عليه وبوسته مش هتتعدي منه. طب ليه؟ لان سببه مش فيروس او بكتيريا بتتعدي بيها من بره فممكن تتنقل من شخص للتاني. الموضوع كله بيحصل بسبب زيادة افراز الدهون في البشرة، وممكن يساهم فيه عوامل هرمونية، فالمسام بتتسد وتتكون حبوب الشباب في صورتها الاولية اللي هي الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. وفي وجود نوع من البكتيريا عايش على الجلد بالفعل اسمه كيوتي بكتيريم اكني، اللي زمان كان اسمها بروبيوني بكتيريم اكني. قال يعني الاسم الجديد اسهل من القديم، الاتنين اصعب من بعض وفيهم ره كتير، وانا محبش اقول ره. ما علينا، بغض النظر عن اسمها الصعب، بس دي بكتيريا طيبة. هو لا مؤاخذة يا دكتور، في بكتيريا طيبة وبكتيريا شريرة يعني؟ ده البكتيريا الطيبة اكتر من الشريرة بكتير. اللي اقصده ان البكتيريا دي عايشة بشكل طبيعي على البشرة، سواء كان عندك حب شباب او ما عندكش. يعني انا وانت يا معلم اللي بتتفرج عليا، وست الكل اللي قاعدة هناك دي، والحاجة اللي قاعدة ورا برضو، كلنا عندنا هذه البكتيريا على الجلد حاليا. فبالتالي زي ما وضحنا، مش هي الاساس في سبب حب الشباب، ولكن الاساس اضطرابات في افراز الغدد الدهنية في الجلد. يعني حب الشباب مش معدي. بس ليه دايما بتقولوا لنا بلاش نلمس الحبوب؟ علشان لما بتلعب في الحبوب حضرتك وبتضغط عليها، غالبا بتنشر البكتيريا والدهون اللي جوه الحبايه لطبقات اعمق من الجلد وللجلد المحيط، فبتزود الالتهاب في الحبايه وبتزود حجمها، وممكن يظهر حبوب تانية حواليها بسبب ان انت نشرت الالتهاب للجلد المحيط بالضغط. ده غير الاثار البشعه اللي ممكن تسيبها في وشك بسبب اللعب اللي انت بتلعبه فيها ده. فلو سمحت ايدك بعيد عن وشك، ايدك كتير كده، لا كده اهو، اوعى، لقد اعذر من انذر، عصبتوني. الخرافه رقم 2: الحبوب الملتهبه بس هي اللي حب شباب، اما الفسافيس ده موضوع تاني. تعالى اصدمك واقول لك كل دول حبوب يا معلم. والله، رؤوس سودا حب شباب، رؤوس بيضة حب شباب برضو، حتى الحبوب اللي تحت الجلد والله حب شباب، صدقني. وانا شرحت تفاصيل الكلام ده وسبب حب الشباب واشكاله ودرجاته بالتفصيل في الفيديو ده، اتفرج عليه. فارجوك ما تستهونش باي نوع من انواع حب الشباب يظهر لك، كله نفس الكتالوج ومحتاج ان هو يتعالج. الخرافه رقم 3: حب الشباب بيجي للشباب فقط، معروفه طبعا من اسمه. بص يا معلم، هو لو كان اسمه حب شباب فعليا كنت هقول لك ماشي، ولكن الاسم العلمي ليه اكني فالجاريس، وعشان هي كلمه مجعلصه شويه هشرحها لك. اكني يعني حبوب، فالجاريس يعني النوع المنتشر، بمعنى اصح النوع المنتشر من الحبوب، لان في انواع تانية منه، بس ده موضوع كبير بقى مش هنخش فيه دلوقتي. فين بقى كلمة شباب في الموضوع دي؟ جبتوها منين؟ انا مش عارف، بس هو بيتقال عليه كده. هو فعلا اغلبية المصابين بيه بيكونوا في سن الشباب، يعني النسبة بتتراوح من 35 ل 90% من الحالات، بس لكل قاعدة شواذ. فعادي جدا في نوع من الحبوب بيظهر في الاطفال الرضع اسمه انفانتايل اكني، ودي في اغلب الحالات بتروح لوحدها. وفي ناس بيفاجئها الحبوب بعد سن ال30، وده اسمه adult onset acne. يعني من الاخر كلمة حب شباب هو المصطلح الدارج اللي بيطلق على المرض، ولكنه ليس علمي ودقيق. فالخرافة دي كمان غير صحيحة. الخرافة رقم 4: حب الشباب مرض مؤقت وهيروح لوحده مع الوقت. يا معلم صدقني مش دايما. حب الشباب مرض ومحتاج يتعالج، ولو قررت انك تسيبه يروح لوحده ممكن يروح ويسيب لك تذكارات طويلة المدى زي الحفر والتصبغات والندبات، وعمرك ما تضمن ابدا البروجنوزس او المسار المتوقع لحب الشباب. في ناس بيقعد عندها شهور ويروح، وفي ناس ممكن يستمر سنين طويلة، وفي مرضى بتلازمهم
الحبوب لسن الاربعينات. على يدي والله الكلام ده بنشوفه في العياده كل يوم. وعلاج الاثار ده في اغلب الاوقات بيكون اصعب بكتير من علاج الحبوب نفسها، فالوقايه خير من العلاج. نعالج الحبوب عشان ما تسيبش اثار، وشرحت انا علاج حب الشباب بالتفصيل في الفيديو ده، فاسمع نصيحتي، كل ما تبدا بدري في علاجه كل ما النتائج هتكون احسن بكتير باذن الله. ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن؟ من اكتر الاسئله اللي بتسالها ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن، او ازاي اكشف معاك يا دكتور ايمن وانت في اسكندريه وانا بره اسكندريه او بره مصر اصلا. عملت لك نظام للكشف والمتابعه اونلاين مخصوص علشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج، وبرضه يحتوي على متابعه 24 ساعه على الواتساب مع العبد لله شخصيا. وكل اللي محتاج تعمله انك تبعت لي رساله على الرقم اللي هيظهر على الشاشه ده على الواتساب، وهرد عليك بنفسي علشان اقول لك التفاصيل وربنا يقدرني واساعدك. الخرافه رقم 5: اصحاب البشره الدهنيه فقط هم اللي بيجي لهم حب شباب. الحقيقه ان مش لازم تكون بشرتك دهنيه علشان يجي لك حبوب. اي نعم، اصحاب البشره الدهنيه بيكونوا عرضه اكتر للحبوب وبتظهر عندهم بكثافه اعلى، ولكن الناس اللي ببشره عاديه او جافه برضه مش في امان. وده لان حب الشباب مشكله مركبه وليها اسباب كتير بتاثر على ظهورها، زي التوتر والضغط النفسي، الاضطرابات الهرمونيه، بعض انواع الادويه ممكن تظهر حبوب، استخدام مستحضرات التجميل بكثره، وغيرهم كتير. يعني الموضوع مش مجرد نوع بشره والسلام. الخرافه رقم 6: اقراص النت لوك او الايزوتريتينوين للحبوب المكلكعه والشديده فقط. طبعا لو الحبوب شديده ومكلكعه بيكون اولى انك تاخد علاج زي النت لوك او الايزوتريتينوين، بس مش هو ده الشرط الوحيد. لو الحبوب مأثره على نفسيتك او على نفسيتك بشده، او البشره وراثيا معرضه للحفر والاثار والندبات الشديده للحبوب، ممكن نحتاج ان احنا نديلك النت لوك او الايزوتريتينوين حتى لو الحبوب مودريت او متوسطه. لان الايزوتريتينوين اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل وعن كل الخرافات اللي تخصه في الفيديو ده بيشتغل زي البطل الخفي اللي بيحارب حب الشباب من كل الجوانب اللي بتسببه. بيقلل افراز الدهون اللي بتسبب انسداد المسام وبتخلي الحبوب تزدهر في وشك، بيقلل من انسداد المسام لان هو بينظم تكاثر طبقات الجلد، ده غير ان هو بيقلل البكتيريا اللي بتسبب التهاب حب الشباب، وبيقلل الاحمرار اللي موجود في الحبوب، وممكن يعالج الندبات البسيطه. يعني من الاخر بيفرمط البشره ويعمل لها ريستارت، يرجعها على اعدادات المصنع اللي انتوا كلكم نفسكم ترجعوا لها. فمش لازم نستنى لما الحاله تكلكع مننا عشان ناخد العلاج، بس ضروري 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 نكشف وناخد العلاج ده تحت اشراف طبيب، مش من دماغنا، عشان ما نوديش نفسنا في داهيه. مش معنى انك شفت فيديو على النت ان انت دكتور. انا ما كشفتش عليك وما وصفتهولكش. وطبعا البرشام ده ممنوع للمتزوجات، ممنوع للحوامل او اي حد بيخطط للحمل، لازم يوقفه قبلها بشهر. الخرافه رقم 7: بص، دهانات حب الشباب لو مش بتحرق تبقى مش شغاله. لا والله، وصلت للاستنتاج ده لوحدك؟ الحقيقه ان الحرقان ده مجرد عرض جانبي، مش مؤشر اطلاقا على كفاءه العلاج. البشره بتتعود عليه مع الوقت. يعني لو الحرقان ده قل مش معنى كده ان فاعليه العلاج قلت، ولكن معناه ان مع الوقت حصل ظاهره اسمها توليرانس او تاقلم على العلاج اللي بيتحط. يعني لو حضرتك مثلا اخدت برشام مسكن، والبرشام ده في اول اسبوع بتاخده كان بيتعب لك معدتك وبيجيب لك اسهال، بعد اسبوع ما بقاش بيعمل كده، معنى كده ان البرشام توقف عن اداء وظيفته؟ لا، معنى كده ان انت اتعودت على البرشام فالاعراض الجانبيه بدات تقل. فالعلاج شغال بس مش لازم يحرق. اعقلوا بقى مش كده. الخرافه رقم 8: يا دكتور عايزه غسول كويس يعالج كل الحبوب اللي عندي. مش عارف والله اجيبها لك ازاي يا ست الكل، بس الغسول مش علاج. الغسول مجرد جزء من روتين البشره، هدفه تنظيف البشره وتقليل الدهون على سطحها. بس علاج حب الشباب الحقيقي لازم يكون من دكتور بعد ما نكشف على حسب الدرجه اللي عندك وشدته. والغسول دوره مساعد مش اكتر، زي روتين البشره الدهنيه بشكل عام، بيحسن نتائج العلاج بنسبه كبيره، ممكن توصل ل 80%. لو عايزين نعرف اكتر عن روتين البشره الدهنيه من الناحيه العلميه اتفرج على الفيديو ده، شرحت فيه الموضوع بالتفصيل. يبقى ما نتوقعش معجزه والغسول المثالي اللي هيضيع الحبوب ويخلي بشرتنا زجاجيه، وما نجريش ورا اعلانات السوشيال ميديا اللي بتحاول تقنعنا
انا بالكلام ده لانه مش حقيقي. الخرافة رقم 9، الحبوب اللي عندي هرمونية فاكيد علاجها مختلف. الحقيقة يا ست الكل ان اغلب حالات حب الشباب بتتعالج بنفس علاجات حب الشباب بغض النظر عن السبب، ولكن لو في سبب هرموني مساهم في زيادة الحبوب وانتشارها مهم جدا ان احنا نعالج الهرمونات مع دكتور النساء بجانب علاج الحبوب مع دكتور الجلدية. واي دكتور جلدية شاطر طبيعي بيسأل مريضة حب الشباب على انتظام الدورة عندها وهل في مشاكل هرمونية او تكيسات في المبايض ولا لا. الخرافة رقم 10، في اكلات معينة بتسبب حب الشباب. استنى كده لما ادور، لا مفيش. هبص لك بصه تاني، لا برضو مفيش اي دليل علمي واضح بيثبت ان في اكلات معينه مرتبطه بزياده حب الشباب، ولكن كل شخص مختلف. لو انت بتلاحظ ان في اكل بيزود لك الحبوب يستحسن ان انت تبعد عنه، وانت اكتر واحد عارف نفسك. وفي كل الاحوال الاكل الصحي زي الخضار والفواكه والبروتين في كل وجبه كل يوم، مش مره في الاسبوع لما ماما عملت ملوخيه رحت واكل منها معلقتين فتقول لي انا باكل خضار يا دكتور. لازم الاكل ده يبقى مستمر لانه بينفعك وبيظبط صحتك على المدى الطويل في كل الاحوال. ودول يا سيدي كانوا اشهر 10 خرافات عن حب الشباب. فياريت نبطل بقى نمشي ورا الاشاعات ونصدق اي حاجه بتتقال لنا على السوشيال ميديا، ولما نسال الدكتور يستحسن يكون الدكتور اللي متابع الحاله وعارف تفاصيلها. هسيب لك بقى هنا فيديو روتين البشره الدهنيه من الناحيه العلميه لانه مهم جدا تشوفه بعد الفيديو ده، لان المعلومات اللي هنا واللي هنا بيكملوا بعض. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.